السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم يا الغاليات؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير عليكم، ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاعي في احسن احوالكم نتوما والعائلة تاعكم. هذا هو الصابلي اللي راهو داير حالة في مواقع التواصل الاجتماعي. صابلي تاع يعني بشكل القلب، رائع رائع. يعني الصورة راهي أبلغ من الكلام. نتمنى فقط أنكم تتبعوا الفيديو للأخير باش نعطيكم كامل أسرار نجاح الشكل تاعو. وأول ما نستهل به كالعادة هو الصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقبل ما نبداو نحب نرحب كامل المشتركين الجدد اللي التحقوا معايا مؤخرا ونقول لهم نورتوني. أنا هنا راح ندير صابلي الكيلة. صابلي الكيلة كنت درته معكم من قبل في القناة ب 500 غرام زبدة. أنا حبيت ندير غير نص الكمية، يعني 40 حبة راح تكفيني، ما عندي علاه ندير قريب 90 حبة. هنا حطيت 250 غرام زبدة، زوج حبات تاع البيض، رشة تاع الملح، زوج تاع لافاني، وكاس معمر كيما شفتوا تاع سكر غلاسي. هنا نعاون روحي بالخلاط الكهربائي يعني باش تمتم نكمل نخلط كامل المكونات مع بعض. وما تنساوش هنا درت نص كاس تاع الزيت، هذه هي. وهنا نضيفوا كاس معمر تاع المايزينا، ونبقاو نخلطو هكذا حتى يتجانس الخليط تاعنا. صدقوني يا البنات هاد العبرة، يعني هاد الصابلي تاع الكيلة يعني درتو شحال من مرة في القناة، راح الصابلي تاعك ما يتكمش ما يصرالو والو، راح يجيكم على حبة. والاهم حاجة انه يقطع كمية كبيرة. يعني كي خدمت ب 500 غرام يعني قريب لحقت لي 100 حبة. انا مانيش حابة ندير 100 حبة صراحة، على هذا درت نصف الكمية. شوفوا هنايا ضفت كاس تاع الفارينة ودرت مغرف صغيرة تاع القهوة ماشي معمرة. البنات النصيحة اللي نعطيها لكم الآن باش تخرج لكم هذيك الرشمة اللي شتوها، هنا لازم ما تكتروش الخميرة، يعني مغرف صغيرة ممسوحة ما تزيدوش. هذه هي. نكمل يعني نضيف الفارينة حتى نتحصل على عجينة متماسكة، ونبداو نشكلو مع بعض. اذا هنا نستعين بكيس بلاستيكي، نكسل العجينه تاعنا. يعني نصيحه تاني ما ديروهاش رقيقه بزاف. علاش؟ لانه راح نضغطوا من الفوق باش يجيكم الشكل مليح. اذا هذا هو المول. اذا هذاك الابيض هذاك القطاعه هذيك نقطع بها، وهذاك الغوز نرشم به من الفوق. اذا نبدا قبل نقطع. شوفوا هنايا دائما حطوا الطابع تاعكم قبل في الفارينه، وشوفوا باكو تقولوا راح يلصق معاكم، ولا بالعكس خدمت معاه بكل سهوله. شوفوا، اذا في الاول قطعوا، ومن بعد جيبوا هذاك الرشام هذاك القلب هذاك وتضغطوا في الوسط. اذا بعض الاحيان كي تقطعوا يعني كي تضغطوا هكاك من الفوق شتو داك القلب الصغير اللي راهو لداخل يتنحى معاكم نورمال. يعني انا في الاول بديت هكذا، ومن بعد وليت نتعمد اني نحي هذاك القلب في الوسط باش كي نعمر فيما بعد يعني نحط كميه كبيره من الكونفيتور. هذه هي. ومن بعد ما تنساوش البنات انكم ديروا الجزء التحتاني، نستعمل غير القطعه هذيك تاع القلب وخلاص، يعني بلا رشمه. وهذا هو البلاطو تاعنا الاولاني. النصيحه الثانيه اللي نعطيكم، يعني في البلاطو تاعي الاولاني حمرته شويه ما جاش شباب. يعني شوفوا كي خليته بيض اللي خرج اروع ما يكون. يعني حاولوا انكم كيما راكم تشوفوا يعني في الصوره، خلوه بيض بلا ما تحمروه من الفوق. نروح دوك لمرحلة التزيين. أنا حبيت ندير يعني تزيين عادي، لأنه كترت شوية من لي جاتو تاع الشوكولا في العيد هذا. قلت ندير حاجة هكذا يعني سامبل على الطاولة تاعي. شوفوا هنا بديت ندير في لي كوتي هنايا غير بالمغرف نرفد يعني بكمية قليلة، ونحط على الحواف. يعني ما تكتروش الكونفيتور على الجوانب باش من بعد كي ترمدوهم في نواة كوكو راح تخرج لك يعني يعني طبقة رقيقة برك على الحواف جوست مع الحاشية. هذه هي. هكذا حتى نكمل كامل الكمية اللي عندي. أنا كنت قبل بديت بهم، ومن بعد الحبات الأخيرة يعني بريزونتيتها معاكم. وهنا شوفوا هنايا كيما هذوك الحبات اللي هذاك القلب اللي نحيته، يعني هنا راح يتعمروا لي خير وخير كي تنحوه. درت شويه تاع الكونفيتور، درت له لاغوم تاع الفراز باش يعطي لي الذوق واللون هكذا. وتستعينوا هنا بلا بوش خير وخير تانيك. علاش؟ لانه بالمغرف يعني تخافوا الطاشي والحبات تاعكم.
وراح تكون العملية ثقيلة معاكم، ماشي كيما لابوش. وشوفوا النتيجة أروع ما يكون. يعني شوفوا لي هذاك اللون الرائع اللي تحصلت عليه، شوفوا لي هذاك الشكل الراقي، ما شاء الله. ننصحكم يا البنات انكم ديروه، لانه صدقوني راح ديروه في وقفة ويقطع لكم كمية كبيرة. نتمنى فقط انه فيديو تاع اليوم يكون عجبكم. اذا عجبتكم الوصفة يا البنات ما تنسونيش باللايك، وان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى في مملكة الطبخ والتدابير. سلام.